ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين سندوتشات الطعمية دي عملناها من البداية للنهاية، عملنا حتى العجين عملناه احنا في البيت، وسندوتشات كده سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. شايفين الطعمية من جوه هشة ومن بره مقرمشة وجميلة جدا. سر الطعمية هقولهولك النهاردة، وهقولك على بدايل كتير تعمليها لو فيهم حاجة مش متوفرة. البطاطس كمان هقولك ازاي تعملي بطاطس حلوة ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت شايفين بيضة وما في نفس الوقت ماسكة نفسها وناشفة كده من بره ومن جوه طرية. لو عايزة تخزنيها هقولك ازاي، ولو عايزاها بونفريت ازاي، والعيش كمان عملناه بكل تفاصيله. يلا بينا نبدأ. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الطعميه والبطاطس المقرمشه والسلطه. هنعمل سندوتشات كده مشكله حلوه جدا جدا. ازاي تعملي بطاطس تبقى محمره ومقرمشه وكمان ازاي تعملي عجينه الطعميه تبقى هشه وطريه معاكي ومقرمشه من بره. وكمان العيش ازاي تعمليه، اللي هو العيش الصغير اللي هو عيش مصري بس صغير كده على قد الساندوتش. بصوا، اول حاجه هنا انا عندي انا ما عملتش كيلو دي، انا عملت 4 كوبايات بس زودت عليهم يعني تقريبا نص كيلو. هنا حبيت اوزن بالميزان، بس الميزان الحجاره كانت ضعيفه فبعد ما حطيت راح طفى. المهم ان انا زودت بقى عملت 5 كوبايات، بس انا حطيت 4 الاول وبعدين حطيت ال5. وعايزه اقول لكم ان انا زودت كمان تقريبا نص كوبايه تاني، لان انا ايدي كانت وجعاني شويه، فحبيت العجينه تبقى مهيه الاول عشان ما تاخدش معايا وقت وما تاخدش معايا مجهود، وبعد كده اتقلها زي ما انا عايزه. حطيت الدقيق، طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا حطيت طبعا اقل من كيلو، فحطيت نص معلقه من الخميره الفوريه، وعليها نص معلقه من السكر، وعليها شويه ميه دافيه. وفي الدقيق حطينا ملح. طبعا انتوا لو عايزين العيش بالتفصيل هعمله لكم في فيديو لوحده ان شاء الله. بس انا يعني زي ما انتوا عارفين ده العيش اللي هو بدقيق البلدي. مش عارفه بيسموه ايه في الفلاحين او في الصعيد، مش عارفه بيسموه ايه بالظبط. اللي هو العيش الراحة او العيش المصري، اللي هو العيش اللي هو زي اللي بنجيبه من الفرن، بس طبعا آه هو طبعا مش زيه بالظبط يعني. تمام. انا هنا بعمله في فرن صغيره، بس طبعا بنعجن. طبعا هو بيبقى اخف بكتير جدا من اللي هو العجينه بتاعت العيش الشامي او العيش البطوط. في ناس بتسميه العيش البطوط، او العيش اللي هو البكاكيني ده اللي هو التخين شويه. طبعا ده غير خالص، ده اللي هو بيبقى ماهي، اللي هو زي بتاع الافران المفروض، او اللي هو بتاع الفلاحين يعني، اللي هو العيش المصري اللي هو العجينه بتاعته بتبقى ماهيه، كمان بتبقى امهى من اللي انا بعملها. بس طبعا لان انا مش متمكنه قوي، انا لسه يا دوب بتعلم، انا يا دوب عملت كام مره كده، فحبيت ان انا هعمل سندوتشات طعميه، حبيت ان انا اشارك معاكم واقول لكم برضو ان احنا نتعلم مع بعض. برضو لو في اي حاجه قولوا لي، يعني الناس اللي بتعرف العيش ده بالظبط تقول لي برضو. لان في حاجات كده بتقف معايا شويه، فببقى مش عارفه يعني، انا لحد دلوقتي في حاجات ساعات بتقف معايا. بصوا، المهم ان العجينه دي بتبقى ماهيه كده، اللي هو لدرجه ان انت تفضلي تمهي فيها، تمهي يعني تعجني فيها، اللي هو زي عجينه الزلابيه كده تمهيها. وبعد كده عشان ما توجعش ايدي طبعا، وبعد كده بروح متقلاها شويه، لان انا دايما ببقى متقلاها من الاول، بتعجني فيها شويه بشويه. بس انا النهارده ايدي وجعاني شويه، فحبيت ان انا اريح ايدي شويه، امهي العجينه او اخدمها كويس الاول، وبعد كده ازود شويه من الدقيق اهو زي دلوقتي هتشوفوا، وهوصل بقى للقوام اللي انا عايزاه. كده العجينه اتخدمت معايا كويس جدا. هتقلها بقى كده سنه، حاجه بسيطه خالص. بصوا اللي هي آه يعني بصوا، تحطي العجين كده في ايدك ينزل تمام، بس طبعا هو هيبقى فيه فضلات، هيبقى فيه بواقي كده لازقه في ايدك، بس ان انت لما تمسكي العجينه ما تبقاش كلها لازقه في ايدك وفيه كميه كبيره، تبقى كميه قليله. العيش ده هيبقى فيه فيديو مخصوص ليه، لان انا يعني انا تقريبا يوم ويوم بعمل منه، علشان اتعلمه كويس جدا، وعشان اشوف ايه المميزات والعيوب والحاجات اللي ممكن تقابلك والحاجات دي كلها. تمام. شفتوا العجينه القوام اللي وصل فيها ازاي؟ هو ده القوام اللي هو اللي انا بعمله. بيطلع معايا كويس شويه. تمام. هنجيب بقى هنعمله ازاي؟ بس هنجيب طبق كده فيه شويه من الدقيق، وهنجيب شويه من الرده، لان العيش ده بيتفرد على رده. تمام. والصواني اللي هحطها هعمل بيها، هحط عليها برضو ردة. ده كده في المرحلة الأولى، مرحلة العيش. اللي مش حابب يعمل العيش وحابب الطعمية يأخر الفيديو شوية،
بصوا بقى هنجيب بقى الصواني. انا بستخدم الصاجه بتاعه الفرن. بصوا برش عليها كده شويه من الدقيق. المهم تعملي طبقه علشان لما تقطعي العيش عليها العيش ما يلزقش معاكي في الصاجه، لان العيش بيريح شويه من لما بتقطعي كل الكميه، بيريح معاكي شويه، فمحتاج طبقه تحتيه كده عشان ما يلزقش. ممكن تعملي دقيق، ممكن تعملي رد. انا بعمل رده لان الرده طبعا حلوه وخفيفه. الدقيق هيتخن معاكي العجينه شويه. هسيبه بقى يرتاح شويه، قد نص ساعه لحد بس ما افرم الطعميه معايا. تمام. عايزه تشتغلي فيه على طول اشتغلي، بس هو يفضل ان انت تسيبيه يريح شويه عشان الخميره تتفاعل شويه في العجين. دي الطعميه انا مركبه المكنه طبعا في حرف الرخامه. الطعميه عندي سهله جدا. كل انا عامله نص كيلو. بص، هو كل كيلو فول مدشوش ليه ربطه كزبره وليه ربطه شبت وليه بصلتين او بصلايه كبيره من البصل. انا هنا هستخدم نص كيلو فول مدشوش، طبعا نقعاه من بالليل جدا. نقعاه كويس جدا جدا ومصفياه. حطيته كمان في المصفى بعد ما الصبح طبعا غسلته وصفيته، حطيته كده في المصفى وهتلاقوه نزل ميه. بعد ما لازم تصفوه كويس جدا جدا عشان ما يعملش معاكم ميه انتوا وبتخلطوا. انا هنا ده نص كيلو، خدت عليه نص ربطه من الكزبره ونص ربطه من الشبت. والبصل استخدمت بصلتين. عارفين البصل ده اللي هو الصغير اللي هو بنقطعه لما بنيجي ناكل فسيخ، او اللي هو البصل الصغير ده الاحمر الصغير. عندي بصلتين لان انا هستخدم البصل الاخضر. وكمان مكترتش الخضره لاني هستخدم بصل اخضر. انا كنت جايبه اتنين، بس بصراحه عملت واحده بس لاني حسيت ان الخضره كتير. طبعا تقدري تتحكمي في اللون بتاع الطعميه زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه هتحطي لها خضره علشان الخضره دي هي اللي بتدي طعم حلو. ولو عندك كرفس حطي، لو عندك بصل اخضر حطي، كرات حطي. بس اهم حاجه لو هتحطي بصل اخضر كتير يبقى هتقللي البصل الابيض، او ما تحطيش اصلا بصل ابيض وتحطي شويه كزبره خضراء عشان الكزبره الخضراء هي اللي تدي الطعم. بس كده. وهنحط كمان، حطيت كمان كام فص توم كده، 4 5 فصوص توم حلوين. وهنبتدي فرم. بصوا بقى المفرمه بتاعت الطعميه بيبقى فيها خرم كده، البتاع المتخرمه دي اللي بتنزل. انا عندي واسعه شويه، فهدي الطعميه دورين. انا النهارده هعملها بالمكنه مش هعمل بالكبه. انا دايما بعملها بالكبه بس الكبه مش شغاله معايا، فهعمل بالمكنه. بصوا العجينه اهي يا دوب لسه ابتديت قطعت الحاجات دي ما خدتش 5 دقايق والعجينه ابتدت معايا تخمر. من ما اعجن العجينه دي كلها طبعا هديها دورين، هفرمها دورين لان انا عندي زي ما قلت لكم الخرمه بتاعت المكنه واسعه شويه. وهعملها طبعا. بصوا عملت الدور الاولاني وهعملها دلوقتي الدور التاني، لان بصوا هي حاساها خشنه شويه. هعملها بقى دور تاني في المكنه، وعلشان لازم تبقى ناعمه. اللي بيخلي العجينه بتاعت الطعميه تبقى هشه كده وخفيفه انها بتبقى ناعمه. تفرميها كده مرة 2. لو حابة دور تالت كمان مفيش مشاكل. عشان كده انا بعملها في الكبة لان الكبة بتنعمها معايا كويس وبتطلعها حلوة وهشة. دي حاجة. تاني حاجة، لو انت هتعمليها بالمكنة معلش اتعبي شوية واضربيها بمضرب سلك او بمضرب كهرباء او اي حاجة بعد ما تعمليها علشان تنعم معاكي شوية ويدخل فيها هواء، تبقى زيها زي الكيك كده بيدخل فيها هواء، تبقى هشة معاكي ده وقت ما تستخدميها. لو مش حابه ممكن تلفيها كده بايدك كده تدخلي فيها الهواء. المهم تضربيها كده شويه بايدك، ده اللي بيخلي العجينه معانا حلوه. يا اما انت لو منعمها كويس هتبقى معاكي هش. انا بقولك الحلول لو انت مش عاملاها ناعمه ومفيش حاجه في ايدك ان انت تعمليها ناعمه، الخرم بتاعه المكنه واسعه والعجينه مش راضيه تنعم معاكي. تمام كده خلصنا الطعميه، نحطها على جنب. هنبتدي بقى نعمل في العيش دلوقتي. طبعا العجينه مش حاطين لها اي ملح ولا اي بهارات ولا اي حاجه، طبعا هي بهاراتها سهله جدا. شويه ملح وشويه كزبره وسنه كربوناتو او شويه بيكنج باودر. ده لما تيجي تقليها، لكن هتحطيها في الفريزر بفرزها من غير اي حاجه. بص انا هنا كنت بجهز السجان اللي هقطع عليها العيش. بصوا بقى انا هعمل العيش صغير. هو طلع معايا كبير برضو شويه، يعني اوقات بعمله صغير جدا بيبقى حلو جدا على قد الساندوتش. حتى يعني لما حد يجي ياكل نفسه كده في سندوتش بس مش جعان قوي ما يسيبش منه، بيتاكل كله. لكن النهارده كبر معايا شويه بصراحه. بصوا بقى بنقطع ازاي. بتبلي ايدك يا اما زيت يا اما ما بتبليهاش حاجه. وبتبتدي تقطعي لو انت هتقطعي كله ورا بعض. انا هنا عشان كنت يعني خايفه ان انا ابتدي آلية مع العيش، فحبيت ان انا ابل ايدي زيت شويه عشان لو حبيت اعمل حاجه امسح ايدي بسرعه واروح اعملها.
هتشتغلي ورا بعض، ممكن ما تبليش ايدك اصلا وتشتغلي. المهم ان العجينه بصوا شايفين في ناس بتعملها كده اللي هي بالكفه، ما بتعرفيش زي حالاتي ولسه بتجربي في الاول وتتعلمي، هتعمليها بطراطيف صوابعك كده، تاخدي كده قطعه وتنزليها في الدقيق. المهم ان انت تسويها كده، وبعد كده تاخديها الجزء اللي فيه الدقيق من تحت ده بتخليه من فوق، يعني بتقلبي، بتاخديه على ايدك التانية وبعد كده بتقلبي العجينه. بصوا شايفين اهو بقلبها واروح حطها في الرده. الجزء اللي من فوق في ايدي ده بيبقى على الرده من تحت، والجزء اللي على الدقيق بيبقى من فوق. عبيت السجام بتاعتي طبعا لسه في الطبق، هروح احطه في الفرن. انا ولعت الفرن علشان خاطر تسخن. هوريكم بقى دلوقتي بفرده ازاي. بفرده على مقرصه، عارفين المقرص الخشب دي اللي هي مش عارفه معموله من ايه، اللي هو زي القش كده، او في ناس بتعمل مقرص ورق. بتحطي كده شويه من الرده، وبعد كده بجيب الرغيف بتاعي بروح فرداه، وبعد كده بقلبه على ايدي، وبعد كده بروح حطاه على المطرحه، عامله مطرحه كده صغنونه. بعد كده تسويه بقى في الفرن، تسويه في البوتاجاز، بس اهم حاجه ان النار تكون عاليه. انا عايزه اقول لكم على مشكله حصلت معايا النهارده، ان الانبوبه كانت للاسف بتخلص. يعني يوم ما جيت اصور الانبوبه كانت خلاص بتشطب، فيا دوب عملت معايا شويه، والباقي حبيت اعمله في البوتاجاز. البوتاجاز عندي ضعيف جدا فما بيقبش معايا، بس برضو هيبقى حلو وهيتاكل. هوريكم برضو هنا، بصوا ادي العيش اهو، شايفين اللي قب ازاي، وده اللي ما قبش. شايفين ممكن تفتحوه عادي على فكره لان العجينه حلوه. وده اللي قب اهو، شايفين. هعمل بقى كميه اللي قابب ده كويس، هعمله سندوتشات اهو. شايفين بيتفتح كده بكل سهوله، والطبق اللي من فوق زي اللي من تحت لاني مولعه الفرن فوق وتحت، فاللي من فوق تخينه زي اللي من تحت بالظبط، مفيش حاجه خفيفه وحاجه تخينه، لا وكله قابب وحلو تمام التمام. بصوا كمان انا كنت عايزه اقول لكم ان انتوا بترشوا ميه مش عارفه هي اللقطه دي جت في الفيديو ولا لا. لما بحط العيش في الفرن، لو انت اللي عندك مش بيحمر من فوق رش عليه، بس ما تجيبيش البخاخه اللي هي سبراي زي اللي انا عملت بيها، لا هاتي بخاخه زي اللي هي بتاعت المعطرات او المنظفات، اللي هي بخاخه بتدوسي على العمود وبترش. ما تجيبيش اللي هي زي السبراي وزي البرفانات دي، مش بترش كويس. عملنا العيش وهنبتدي بقى دلوقتي هنجهز بقى الحاجات بتاعه السندوتشات بتاعتنا عشان تبقى سندوتشات احلى من بتاعه بره واحلى من بتاعه المطاعم. عايزه اقول لكم السندوتشات دي تقدري تعملي بيها مشروع الطريقه دي. طعمها حلوة جدا جدا جدا. لو انت حد حابب هتبدأ عايز تعمل مشروع مثلا طعمية وفول سندوتشات زي كده اهو، الطريقة دي حلوة جدا، والسندوتشات دي حلوة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم طعم الطعمية زي يعني احنا طبعا كلنا بندور على احلى حد بيبيع طعمية. عايزة اقول لكم السندوتشات دي والطعمية دي احلى من اي حد. يعني انا دايما بعملها في البيت حلوة جدا جدا جدا. اوقات بنشتري من بره، ساعات بتعجبنا وساعات ما بتعجبناش، حتى بتاعت احسن المحلات برضو ساعات ما بتطلعش زي اللي احنا بنعملها في البيت. لو انت عملتيها بالطريقه دي. كمان البطاطس هقول لكم ازاي تعملوها مقرمشه. بصوا انا البطاطس قطعتها وحطيتها في ميه عاديه جدا من الحنفيه، ميه ساقعه، وبعد كده بديها نص قليه، وبطلع الحطه اروح حطها في طبق واحطه في التلاجة، واحط الحطه اللي بعد كده، وبعد كده بجيب الحطه الاولانيه اللي انا حطيتها في التلاجة بروح اقليها القليه التانية، بتطلع معايا مقرمشه. ومن ما اطلع الحطه دي بجيب بقى الحطه التانية تكون اتحطت في التلاجة وسقعت شويه، بعدها بس تسقع شويه. لو انت عايزاها بقى بومفريت وتكون مقرمشه هتحطيها في الفريزر وهتستني بعد ما تتلج تبقي تبتدي فيها وتقليها. تمام. ده بالنسبه للبطاطس. الطعميه بقى بفرزها زي ما هي من غير اي بهارات ولا اي حاجه. انا هعمل جزء وهفرز الباقي. تمام كده خلاص فرزنا الطعميه، هنحط الباقي في الفريزر، وهناخد بقى الباقي ده. هقول لكم بقى ايه البهارات اللي هنحطها عليه. هناخد الباقي ده بهاراتها بسيطه جدا، يا اما تحطي كربوناتو عشان تهش معاكي، يا اما تحطي بيكنج باودر، حاجه من الاتنين. وهتحطي شويه ملح، وهتحطي شويه كزبره، ولو حابه ان انت تحطي شطه. انا مش هحط فيها شطه كتير، هحط شطه قليله، واللي حابب يزود هيزود في السندوتشات. وادي اهي الكربوناتو، شايفين هحط سنه، شايفين اللي هو بطرف ايدك كده تاخدي شويه كده رشه ترشيها عليها بس. ده بالنسبه للبهارات والحاجات بتاعه الطعميه. والسمسم طبعا لو متوفر وحابه تحطي سمسم تمام اوكي، بتاخدي كده قطعه صباعك طبعا انت وايدك فيها العجينه بيبقى مبلول شويه مندي من العجينه، بتحطي كده في السمسم وتحطي على الطعميه. بصوا اهو بندور الطعميه، لو حابه تحشيها كمان بتدوسي عليها في النص وتحشيها اهو. بنحط ايدينا كده في السمسم ونحط على الطعميه.
طريقة سهلة جدا. انا هسيبها شوية وهكمل البطاطس الاول. بصوا بقى، انا بعمل حطه زي ما قلت لكم، بحطها في التلاجة. هقلي بقى اول طبق، وبعد كده هجيب تاني طبق وهقلي بقى برضو القليه التانية، علشان البطاطس تطلع معايا مقرمشه شويه، او يعني ماسكه نفسها، انا مش عايزاها ناشفه، علشان انا عايزه الطعميه بس هي اللي تبقى مقرمشه من بره وهي طريه من جوه. تمام. انا هعمل سندوتشات عايزاها تبقى حلوه كده وطريه، ما تبقاش ناشفه مقرمشه. اللي بيحب البطاطس مقرمشه زي ما قلت لكم هيسيبها تتلج الاول، يحطها في الفريزر، مش يحطها في التلاجة درجه حراره تبرد. كمان احنا لو في شتاء هتحطي شويه بطاطس وهتطلعيهم نص قليه وتحطيهم كده على الرخامه، وبعد كده تكملي باقي القليه برضو نص قليه الباقي. من ما تخلصي اخر حطه هتحطي بقى، ترجعي تحطي في الاولاني. هو الموضوع ده بياخد معاكي شويه في المواعين، انما لو انت هتفرزي بقى وتحطيهم في الفريزر هتقلي كله، بعد كده تحطيهم كلهم في الفريزر كده في صينيه مفروده، وبعد كده تحطيهم في اكياس، يعني هتستخدمي حاجه واحده. انا هنا استخدمت طبقين، كنت بعمل طبق وطبق واحطه في التلاجة، وبعد كده اطلعه واعمل الاولاني من ما التاني يسقع. تمام. عملت كده الطبقين، هبتدي بقى اقلي الطعميه بتاعتي زي ما قلت لكم. الطعميه بتحب نار شويه زيت، يعني يكونوا غواط شويه، ما يكونوش شويه قليلين. وبتحب النار في الاول تبقى عاليه، لازم الزيت يبقى سخن، بس مش سخن اللي هو يطلع دخان، لا، يعني يسخن كويس، علشان كمان تاخد وقتها في التسويه وفي انها تبتدي تنفخ معاكي، وانها تبقى هشه من جوه. ادي الطعميه اهي. بصوا انا هقلي شويه كده على قد سندوتشين، لان احنا بصوا احنا بنحب ايه، الطعميه والسندوتشات دي بنحب ناكلها سخنه، علشان تبقى كده طازه وسخنه كده وتبقى حلوه وجميله. فانا هعمل سندوتشين اللي هم للاولاد، علشان الاولاد طبعا بياكلوا بارد شويه عشان ما يتلسعوش. وهصورها لكم. الباقي بقى احنا ساعه ما خلاص يجي ميعاد الغدا بروح اقلي، بطلع على طول من القلي وبحشي على طول، فمش بلحق اني اصور، بقلي واحط في الاطباق وكل واحد ياخد طبقه على طول في ساعتها. علشان كده مش في اكلات كتير جدا اللي بنعوزها سخنه وكده مش بعرف اصورها لكم. بس بحاول اهو على قدر الامكان ان انا اوريكم الطريقه حتى لو في كميه بسيطه. بصوا بحط كده شويه من البطاطس وعليهم كده شويه من الطعميه بقطعها، وعليهم شويه من السلطه، وده بيبقى شكلها كده. عايزه اقول لكم السندوتشات دي جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم لو استفدتوا كمان بطريقه العيش او بطريقه الطعميه او اي حاجه او طريقه البطاطس، او لو استفدتوا بمعلومه بسيطه، او لو كان الفيديو مفيد ليكم شويه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، وما تنسوش لو اول مره بتشوفوا الفيديوهات تعملوا اشتراك في القناه. واشوفكم في فيديو جديد كده. عملنا مع بعض السندوتشات الطعميه والبطاطس المقرمشه والهشه الطريه من جوه، حلوه جدا جدا، احلى من بره بكتير. استنوني في فيديو كتير. باي باي.